في الفيديو ده هخليكي تعملي بيتزا احترافيه احسن من اي مطعم. هتحسسيهم ان انتي طالباها دليفري وهتتفشخري عليهم. بصي من تحت ومن فوق تجنن، والجبنه بتاعتها بتمط، وبصي رقيقه ازاي، تحفه يا جماعه. هتنافسي بيها افخم المطاعم. بصي الجبنه روعه. عشان تطلعي مطه الجبنه دي هقولك التركيه بتاعتها في ايه، وعشان تعملي العجينه رقيقه كده هقولك برضو في ايه. انزلي اعملي اشتراك في القناه وتعالي اما اقولك. انا حطيت الدقيق بتاعي، المقادير انا كاتباها لك اهي. انا نخلت الدقيق بتاعي وحطيت عليه الخميره والسكر، وحطيت رشه ملح، وحطيت زيت الزيتون، وبعدين بدات احط ميه. انا بحط الميه حسب ما العجين بتاعي بيحتاج، علشان انواع الدقيق بتختلف غير بعضها. ويا ريت تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق بيتزا ومعجنات. بدات ان انا اعجن بقى والم الدقيق بتاعي بالميه. انا محتاجه عجينه تكون طريه الى حد ما بتلزق بس متماسكه اهي. هتطلع معاكي بالشكل ده. بصي عامله ازاي العجينه، هتلزق شويه كده بسيطه، بس هتسيبيها من ايدك هتفك اهي. ده اللي انا عايزاه. بس شوفي العجينه بتاعتي شكلها مجعد ازاي. لازم بقى اقعد اعجن فيها لحد لما تنعم وتبقى طريه معايا. المعجنات والبيتزا بتحتاج ان انت تديها دعك محترم وعجن محترم، علشان ده بيخليها تديكي نتيجه هايله. شوفي بقى انا اللي بعد ما عجنتها 10 دقايق في العجان، ولو بتعجنيها على ايدك هتاخد حوالي 15 دقيقه. شوفي انا مجرد ما حطيتها بقى على الرخامه، انا رشاها شويه دقيق وبدات الم قد ايه العجينه بتاعتي لينه وناعمه وطريه، عامله زي حته الملبن. هو ده اللي انا محتاجاه. لو عجنتي البيتزا صح هتطلع معاكي نتيجه هايله. وكل ما كانت العجينه طريه في ايدك كل ما ادتك بيتزايه طريه وانتي بتاكليها، مش هتديكي بيتزايه ناشفه. وهقول لك برده على التسويه بتاعتها الصحيحه اللي ما تنشفهاش معاكي. جبت صينيه رشيت فيها الدقيق وقطعت فيها البيتزا بتاعتي. انا كنت عامله 4 بيتزايات وسبتهم يخمروا. في الوقت ده حطيت معلقتين زيت زيتون على النار، معاهم معلقه صغيره زعتر، يا دوبك ريحتهم طلعت. حطيت 3 معالق صلصه وقلبتهم كويس، ونزلت عليهم بمعلقتين 2 ميه، يا دوبك خففتهم كده. دي الصلصه بتاعتي اللي هدهن بيها. الحشوات دي بتاعتك انت يا ست الكل، حطي اي حشوه تناسبك او ولادك يحبوها. رشه ملح على الصلصه عشان ما تبقاش الصلصه بتاعتنا دلع، خاصه ان انا ما استخدمتش زيتون. العجينه بتاعتي خمرت، اخدت ربع ساعه في الحر ده. هبدا ان انا اخد بقى واحده واحده وافردها. بفردها من جوه لبره زي ما انت شايفه كده. عجينه البيتزا ممكن تبيتيها في التلاجة بتديكي نتيجه هايله هايله هايله. فلو بيتيها تخمر في التلاجة هيبقى افضل، ولو عجنتيها الصبح وحطيتيها في التلاجة خمرت براحتها برضو هتبقى افضل. ولو مستعجله 10 دقايق بتكون اتعملت. انا فردتها بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. وبعد كده بجيب الصينيه بتاعتي. انا ما دهنتش الصينيه زيت ولا اي حاجه عشان العجينه بتاعتي مظبوط. لو انت خايفه دهني صينيتك زيت، بس انا بامانه ما دهنتهاش. بدات ان انا اعدل بقى العجينه بتاعتي كلها في الصينيه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وعجينتي عشان مخدومه صح بتتفرد معايا بسهوله. عملتها رقيقه، ما تعمليهاش تخينه عشان تبقى شبه بتاعه المطاعم، انت مش بتعملي كيكه. وبدات ان انا ادهن عليها الصلصه بالفرشه زي ما انت شايفه كده. والحشوات بقى انت بقى تحطي الحشوه اللي تناسبك وتناسب ولادك. انا عندي مثلا فريق في البيت مش بياكل خضار، عايز بس هو الحشو وجبنه قليله، عملت له ببروني وشويه جبنه قليله. انا بقى بحب الجبنه كتير، وبحب مثلا ان انا احط فيها فلفل وزيتون، بس انا ما كانش عندي زيتون فعملت من غير زيتون. مفيش اي مشكله ومفيش حاجه توقفك. حطيت الفلفل بتاعي اهوت، وحطيت الببروني، وحطيت الجبنه. وهقولك تعملي ايه علشان الجبنه تطلع بتمط معاكي، وكمان ما تأستكش منك. اولا انا مستخدمه جبنه لبن طبيعي. بصي الاول معايا كده. لو انت مش عايزه تفردي العجينه على ايدك وعايزه تفرديه بالنشابه افرديه، مش هيقولك لا. طالما عجينتك مظبوطه تمام. بتدخل على فرن سخن جدا جدا جدا، ولع من تحت ومن فوق. بحطها على ارضيه الفرن، بتاخد دقيقتين 3 وتطلع اغطيها واسيبها 10 دقايق، وبعدين اقطعها. هتديني جبنه بتمط ونتيجه هايله وعجينه طريه زي ما انت شايفه. دي كل الاسرار اللي انت ممكن تعمليها. انت لو طلعتيها من الفرن على طول قطعتيها هتبقى تمام معاكي، بس لو غطيتيها 10 دقايق بتديكي مطه للجبنه رهيبه رهيبه بجد. وبتديكي كمان طراوه للعجين اكتر، وبتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. على فكره الجبنه هنا كانت بدات تبرد اصلا ومطتها مش باينه قوي. استخدمي نوع جبنه يكون كويس، ولو الجبنه بتاعتك مش حلوه صدقيني مش هتديكي المطه دي مهما عملتي. خدي بالك ولو ان نوع انت الجبنه عليه سويتيها عامل في فرن واطي او فرن بارد هتنشف معاكي. تاني الفرن نقطه بتاعك سخن الجبنه لو جدا، غابت في الفرن مشغلاه من قبل ما تفرديها في الفرن، ولا البيتزا ويكون غير في الفرن عالي عشان جدا هتنشف. وولعه فوق هي في ومن الفرن تحت، 3 4 وتدخلي دقايق الصواني بتكون بتاعت خلصت. البيتزا على تطلعيها ارضيه تغطيها الفرن. لو وتاكليها. استفدتي من والف هنا الفيديو دي وصحه. ما متنسيش تنسيش تعملي شير اللايك ولايك. والشير.